السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير وبسلام يا رب. بصوا بقى يا حبايب قلبي، جايبالكوا أكلة النهاردة بقى ايه، تحفة تحفة. طبعا أنا كنت فرست معاكم الخرشوف. النهاردة بقى هنعمله يا حبايبي صينية عبارة عن خرشوف، ده طبعا الأساسي معانا، وبطاطس وكوسة. هنحشيها باللحمة المفرومة. فإن شاء الله الطريقة بتاعتي هتعجبكم. بس طبعا قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا روحي، يلا قلبي. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا طبعا جايبه الكوسه زي ما انتم شايفين كده، نضفتها وقورتها، وده القلب بتاعها. وجايبه هنا طبعا الخرشوف اللي انا مفرزاه مطلعاه من الفريزر. وهنا البطاطس طبعا جايباها الحجم ده، يعني بطاطس الحشو تبقى المقاس ده كده. بصوا انا منضفاها اهي ومقوراها يا حبايبي زي ما انتم شايفين. ولازم طبعا بعد ما انضفها احطها في ميه، عشان احنا عارفين البطاطس بتسمر. ومحضره هنا اللحمه المفرومه، ومحضره البصل، ومحضره جزرايه وفلفل اخضر وفلفل الوان وحته زبده. وهنشوف الخطوات مع بعض يا حبايبي. انا هنا طبعا البطاطس هوريكم واحده للبنانيت اللي لسه بقى ايه بيتعلموا يعني. وهحط كده المقوره واقور بالراحه كده يا حبيبتي، عشان ما تتخرمش منك. تفضلي كده واحده واحده كده، طلعي قلبها زي ما انا بعمل كده يا حبيبتي اهو. اهو يا حبيبه قلبي، شوفي الحته اللي محتاجه تشيلي من ناحيتها اهي كده اهي. بصي يا قلبي اهي، بس مش عايزه اكتر من كده اهي يا قلبي، شايفينها؟ بس نشوفوا بقى الخطوات اللي هنعملوها ايه مع بعض. يلا بينا حبايبي. بصي بقى يا قلبي، انا جبت هنا زيت، حطيته في الطاسه، حطيته على النار، ولعت عليه النار. انا هنا بقى هبتدي احمر البطاطس، مش هحمرها تحمير يعني، انا يا دوبك عايزاها ايه، عايزاها يا دوبك تصفر، عشان لما اجي احطها ايا كان بقى، كان بشاميل صلصه، تبقى ماسكه نفسها. فهنا الزيت يا حبيبتي هتسخنيه زي ما انت شايفه كده، وهنزل بالبطاطس والخرشوف عشان احمر زي ما انت شايفه كده. انا هنا اهو خلاص كده اديتها التشويحه اللي انا عايزاها، انا مش عايزاها اكتر من كده زي ما انت شايفه كده يا. هنجيب الطاسه بقى اللي احنا قلينا فيها، حمرنا فيها الخرشوف والبطاطس، هنزل بحته ليا فيها كده، هشوحها كده مع حبه الزيت. وهنزل بقى يا حبايبي كمان بنص البصله، هشوحها تشويحه بردك كده لغايه البصله ما تدبل كده يا حبيبتي. زي ما انت شايفه كده البصله خلاص دبلت. هجيب بقى اللحمه المفرومه انزل عليها بيها زي ما انت شايفه كده. هنزل عليها بردك حبيبتي هنزل ببقيه جزء البصله
البصله هنا لما احطها نص ونص، هنا البصله هتديها تسكيره حلوه. بصي يا قلبي اهي. انا هنا بقى بصوا انا محضره فلفل الوان، حطيت هنا قطعت حته فلفل احمر الوان، اصفر، اخضر، وهنا بردك قرن فلفل حامي. هنزل بردك عليها كده واقلبها. شايفين الالوان وجمالها؟ وكمان اللي هيديها تطعيم كمان ويخليها بردك طعمها زي العسل، هنا هنزل بجزرايه كده صغيره عليها زي ما انت شايفه كده. طبعا هحط لها حبه ملح، الملح بتاعها. هحط لها بردك بهار لحمه، هتحط لها حبه ملح كده يا قلبي اهو. وهحط لها كمان بهار اللحمه. كل ما تخدمي الطبخه بتاعتك تبقى زي العسل. وهتديها تقليبه كده برضو اهو. بصوا الالوان وجمالها اهو يا حبيبتي. بصوا الالوان وجمالها يا حبايبي. كده خلاص انا هطفي عليها كده، انا مش عايزه اكتر من كده. نبتدي بقى نحشي ونشوف هنعمل ايه يا حبايبي. انا هنا يا قلبي قلب الكوسه على قلب البطاطس حطيتهم على بعض. هجيب بقى صينيه وهنزل بقلب الكوسه والبطاطس في الارضيه كده. هنا خلي بالكم يا جماعه، حبه البطاطس اللي بيتحطوا في الارضيه دول بيبقوا احلى حاجه في الموضوع كله. ما يمنعش ان انا ايه احط لهم حبه لحمه مفرومه كده عليهم يطعموهم برضه. خلاص يا حبايبي انا هبتدي احشي اهو كوسه. اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا كده يا حبايبي اهو. الفلفل والالوان والجزر ادوها طعم عايزه اقول لكم تحفه كده يا قلبي اهي. هتحطيها هنا. هحشي بردك خرشوفيه اهي كده يا قلبي اهو. وبردك هحشي بطاطسايه اهي يا قلبي. انا هنا يا حبيبتي جبت حله بقى حطيتها على النار، حطيت لها حبه زيت. حبه الزيت دول بردك اللي هم فاضلين من التحمير بتاع الخرشوف والبطاطس. يعني انا بقدر الامكان انا بحاول اوفر لك يعني ما تستهلكيش سمنه وزيت ياما. انا نزلت بيهم اهو. وهنا بردك انا عصره طماطم، هنزل بالطماطم عليها. وهحط لها بردك حبه ملح. عايزه تحط لها مرقه حطي حسب الرغبه. انا ممكن هحط لها واحده مرقه اهي.
وطبعا لو حطيتي مرقه لازم تخلي بالك بقى من الملح اللي انت هتحطيه، عشان انت عارفه المرقه بتبقى حادقه. حط المرقه، وهحط بردك حبه فلفل اسمر، وهسيبها بقى يا حبيبه قلبي تتسبك كده على راحتها. الصلصه هي يا حبيبتي على النار اهي. انا بصوا هحط لها حبه ملح طبعا عشان هي محتاجه حبه ملح، بس قبل الملح هحط نص معلقه بابريكا، وهحط كمان نص معلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. كمان يا حبيبتي بقى هنزل بحبه الملح زي نص معلقه بردك صغير، وهسيبها بقى على نار هاديه كده. هغطيها واسيبها كده. الصلصه اتسبكت اهي. هنزل بقى عليها ازودها بميه سخنه عشان تغلي على طول يا حبيبتي. وبعد ما غلت كده زي ما انت شايفه، هجيب بقى الصينيه وهنزل عليها بالصلصه دي. زي ما انت شايفه كده يا قلبي. انا هديها غلوه على النار قبل ما تخش الفرن كده اهي. زي ما انت شايفاها كده انا حطيت عليها طبعا الصلصه وحطيتها على النار، وهي هتبتدي تغلي اهي. هغطيها بقى لغايه ما تاخد لها غلوه كده قبل ما ادخلها الفرن. الصينيه اهي يا حبيبتي بعد ما طلعت من الفرن واستوت تحمر الوش اهو يا حبيبتي. طلعي كده اهو، خرشوف استوى اهو زي ما انت شايفه، والبطاطس نفس الحكايه، والكوسه، وزي العسل يا قلبي. الف هنا وشفا للي هياكل. وزي ما انت شايفه يا روح قلبي انا عملت حبه رز ابيض وحطيت طبعا حبه لفت، مع ان الاكله دي مش محتاجه اي حاجه فاتحه للشهيه يعني، هي بصراحه تاكل لوحدها يعني. الكوسه قدامك اهي، والخرشوف والبطاطس. عايزه اقول لك الف هنا وشفا للي هيعملها وياكلها، لان هي فعلا اكله تحفه. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.